وود قدام بيرنلي. في بيرنلي حلوه في بيرنلي هي، بس ركمتها اللي بيرني فريق دفاع قوي، مش هيبقى فيه فرص. بس لو حد جاب من نوتنجهام هيكون مين؟ هو هيكون وود. بس عايز اقول لك وود ما لعبش 90 دقيقه الجوله اللي فاتت، المدرب ما كانش راضي عنه وخرجه، جاب كره في العارضه راح مخرجه في ماتش ارسنال. مساء الخير عليكم، حلقه جديده من برنامج دبل شوت. انا بيتر وانا مارك. حلقه جديده من حلقات الفانتسي بريمير ليج، فانتسي الدوري الانجليزي. اسوأ مواسمي. انا مش هتكلم، انا مش سامعك. انا كمان مش سامعني، بس اصل انت تحت قوي، مش سامعك من فوق. 3-1 ما تمثلش وانا جاي في الطريق ولسه سيزون طويل. لا بس انت لما كسبتني فرق نقطه، لما بكسبك بحط عليك. ماشي مفيش مشاكل، انا جاي لسه. المهم الثلاث نقط. المهم الثلاث نقط. انا شايفه من اسوأ مواسم البريمير ليج على لعيبه كتير، مش عليا انا بس. هو الفانتسي السنه دي غير متوقع، اللعيبه اللي كلنا كنا بنراهن عليهم، في لعيبه تانية هي اللي بتعمل ولعيبه تانية مفيرله. ويعني مثلا في فرق زي مثلا نوتنجهام وفرق زي استون فيلا، ناس كتير قوي حاطه فيها فلوس بلانكات يا باشا. بلانكات ومفاجآت. انا مش عارف، ولعيب تبيعه ويتألق، ولعيب تشتريه صاب. آيت نوري اتصاب، اشتريته اتصاب. كيركز اتصاب، خرج بعد 50 دقيقه حتى ما خدتش نقطه. انا وخد انذار. أيوة. انا زهقت يا جماعه والله. اندياي بعد بتاع ايفرتون بعته جاب جونين، فكرت اشتري تاني بلانك. حاجات غريبه. وجريليش برضو كان مفايرال، الناس كلها اشتريته بلانك. مليون، بيقول لك 1.5 مليون لاعب اشتروه. جريليش خد احسن لاعب في الشهر في الدوري الانجليزي، اول مره ياخدها في تاريخه. يستحقها. هو جريليش عامل، ما هو الفكره بقى الناس راحت جابته دمرته. الكره بتنصفه. هو الصراحه هو اتظلم جامد مع مان سيتي. دلوقتي هنتكلم كده عن 5 لعيبه نجيبهم و5 لعيبه نبيعهم، وهنيجي في الاخر ل4 لعيبه، 2 ريسكي و2 سيف للكابتنه. 5 لعيبه. يعني حاول كده تقول لي كده مين لعيب لفت نظرك تبيعه. نبيع مبدئيا. انا هتكلم عن لعيبه استون فيلا. روجرز مثلا بلانك من اول واحد. اكيد معاك. الدفاع بتاع ايا كان الدفاع بتاعك في نوتنجهام ما بيجيبش يا باشا. مفيش نينكوفيتش ولا اينا ولا اي حد. خلاص ابدا سيب. انا شايف اللي خلاص صبر عليهم كتير. لو معاك وايلد كارد ممكن تبدا تفكر، معاكش واحده واحده ابدا اتحرك، لان استون فيلا شكلها كده مش هتفوق. وحتى لو فائد مش يعني الناس حاطه كتير فلوس. بدايه سيئه قوي. واتكن ده لازم يتباع يا جماعه. رقم 3. لازم رقم 3. واتكنز سيء جدا سيء جدا. هضيف اللاعب رقم 4 انا جبته وصبرت عليه، يعني اداني جون في جوله، بس هو مستوى سيء، مش عارف يأدي مع الفرق. برونو فرنانديز. مستوى فظيع. دي فرقه ريد فلاج. ابعد عن روجرز، ابعد عن واتكنز، عن اولاينا نوتنجهام فورست. مين رقم 4؟ برونو فرنانديز. مين لاعب رقم 5؟ اي حد من وولفرهامبتون برضه. فريق شايف قدامه. رياس اصلا ما فيش ناس كتير قوي جابته، انت كنت معجب بيه. انا كنت معجب بيه جدا، بس ما اعرفش ايه اللي حصل. هيبطل كوره اصلا. لا الفرقه اصلا ما اعرفش بتلعب بريمير ليج ازاي. لا خلاص، دي من الفرق اللي هي بدري عارفين انها خلاص. هم طولوا في بريمير ليج بقى لهم كذا سيزون بيعافوا. مع ان انا على فكره الفرقه بحبها. هو في كلام ان نونو سانتوس راجع اليوم، المدرب الفيفوريت بتاعهم. لو رجع الصراحه خلينا نشوف. نخش على 5 لعيبه نشتريهم و5 مهمين. انا شايف ال5 اللي هنقولهم دلوقتي يعني لحد ما يا رب ما يحصل لهمش حاجه. نخش عليهم. اول واحد كده وتقريبا من اعلى النقاط في الفانتسي السنه دي سيمينيو. ما ينفعش. وبورنموث فايقه. سيمينيو طبعا سيمينيو لعيب. انا مستغرب ان اللاعب ده ما راحش فرقه توب 6. لعيب جامد قوي فعلا. لعيب جامد قوي ولعيب فايق شايل الفرقه. انا شايفه الصراحه ده اول واحد ممكن تفكر فيه. يعني ان بادجت، فلعيب كويس بيجيب نقط. الماتش اللي فات انا معجب باللاعب ده. هو بيلعب حلو، وانت كمان حتى لو تلعب بلانك انت هتلاقيه في الماتش ضيع فرص، فعنده فرصه اللي هو يجيب. تاني لاعب هقوله فان دي فين، توتنهام. لعيب بياخد مساهمات دفاعيه، كلين شيت. توتنهام عندك حق، بيلعبوا كره دفاعيه كويسه. انا مروق عليا قوي في الفانتسي بالظبط. فانا شايف ان ده لعيب ممكن يكون معاك في خيارات الدفاع مع اصابه ايت نوري وكيركز اللي هو الروتيشن. فانا شايف ان انت ممكن تفكر في فان ديفين. رقم 3 معاك. اقول واحد كمان في الدفاع، ان انت عندك نقطه فكره لازم تركزوا في الدفاع السيزون ده، عشان فكره المساهمات الدفاعيه دي بتفرق قوي جدا. اي لاعب
من دفاع كريستال بالاس. يعني انا فكرت في ميتشل مثلا، كريستال بالاس عامله سيزون حلو، بيطلعوا كلين شيت، واللعيبه بتاعتها المدافعين بيعملوا مساهمات. هم اصلا فرقه دفاعيه، جلاسنر عامل معاهم موسم قوي. هم فرقه رخمه جدا ومساهمات دفاعيه كتير جدا. انا دخلت على اللي هو الديفنسيف كونتريبيوشن بوينتس دي، لقيت ان لا ميتشل ومونوز المدافعين بتاعهم اعلى لعيبه في المدافعين اللي جايبه نقط، من اعلى اللعيبه. فانت لازم تفكر في لاعب كده من تامن كده. ممكن تفكر في ميتشل، ده ثالث لعيب معانا. ميتشل الصراحه وانا جبته فعلا. رابع لعيب معانا جريليش. حتى هو الخامس انا هقوله مفاجاه على فكره، هو معاك بالمناسبه، انا عاجبني اداؤه يعني بس هو فرقه ميته شويه. جريليش ايه رايك فيه؟ انا عرفت انت هتقول مين. جريليش هو بلانك، بس جريليش عنده بوتنشال اللي هو يحطه وبيلعب حلو. حتى في الماتش اللي بلانك فيه هتلاقيه راح بكتير وهو اللي بيحرك الفرقه. الماتش جاي ماتش صعب قدام ليفربول، بس وارد يخطف اسيست. وبعدين هو الفريق جاي من لعيب جاي من فرقه كبيره، فبالتالي هو ما هيبقاش عنده رهبه. انا عايز اقول لك الفرقه، انا اتفرجت على ماتش ايفرتون الاخير، الفرقه بتدور على جريليتش. دي حقيقه، وهو لعيب بيعرف يقف على الكوره. الفرقه عباره عن اثنين، اندياي وجريليتش، بس هو جريليتش المحرك الدينامو. دي حقيقه، هو اللي بيشغل التسع لعيبه اللي معاه. فانا شايف ان جريليتش خيار ممتاز ب6 او 6.5 على ما اتذكر يعني، وجاي جعان كوره، وانت زي ما انت قلت خد احسن لاعب في الشهر في بريمير ليج. فانا شايف ان هو ممكن يكون من يعني في اختياراتي الجوله الجايه. اخر لاعب لوكاس باكيتا. ايوه انا فاكر اتكلمت عنه. انت عارف ان هو الماتش اللي فات لعب راس حربه وضيع على فكره، وضيع واحده سهله جدا. ضيع واحده سهله، كان هيجيب لي كام نقطه كده سهلين مقشرين. بس انا لوكاس باكيتا مقتنع بيه، اللي هو سعره رخيص، ما عليهوش العين، وفي نفس الوقت ويست هام لو عملت حاجه هو اللي هيعمل، ومعاه ضربات الجزاء. بالظبط، ويست هام لو عملت حاجه هو اللي هيعمل. فدي حاجه انتوا ممكن تبصوا عليها في الجولات الجايه، خصوصا ان هو الماتشات بتاعته مش هو خلص بقى هتبدا تبقى اسهل شويه. عدى تشيلسي، عدى توتنهام، ف يعني الجدول هيبقى ابتدي يبقى كويس شويه بالنسبه لباكيتا. تعالوا دلوقتي نخش على فقره الكابتنه. هنقول 2 سيف، الاثنين اللي هم مش هيجلوا ان شاء الله، واثنين ريسكي. الاثنين السيف انا شايف بدايتهم ابو مكه محمد صلاح قدام ايفرتون. معودنا دايما، وفي الانفيلد معودنا دايما اللي هو بيعرف يحط. فانا شايف صلاح كده كده حتى لو هو بيلاعب مين هي كابتنه سيف. ليه؟ لان معظم الناس هتكابتن صلاح، فبالتالي لو هو جاب وانت مش مكابتنه هتنزل نقط كتير قوي، فبالتالي هي دايما بتكون الكابتنه السيف هو وهالاند. انا شايف زيك. هالاند مش عايز اقول عليه كابتن سيف الصراحه. الجيم ويك ده هيلعب ارسنال بره في الامارات. انا بتكلم عموما في كونسبت اللي هو لعيب في اللي هيتكابتن كتير. لكن اقول لك على حاجه، هيسجل قدام ارسنال. هو ماتش صعب وماتش حلو طبعا. انا مش حاسس اصلا. عايز اقول لك ماتشات الجيم ويك اللي جايه كلها بلا استثناء صعبه جدا. وما حط في اعتبارك ان اللعيبه مش مريحه. ليفربول لعب الاربع، هيلعب السبت، هيلعب خميس جمعه، هيلعب السبت. في لعيبه لعبت 90 دقيقه، صلاح لعب 90 دقيقه في ماتش اتلتيكو مدريد. فاعتقد ان الماتش مش هيكون سهل قوي. تاني لاعب انطون سيمينيو معايا. سيف طبعا، وهو لعيب فايق وبيلعب نيوكاسل في الفرقه الصراحه. روق عليا الجوله اللي فاتت، مروق على كل الفانتساويه يعني. ونيوكاسل قدام، ونيوكاسل السنه دي مش واو. نيوكاسل طبعا فريق جامد بس مش واو السنه دي، فسيمينيو يعرف يسجل قدامهم. فهي كابتنه حلوه مع زي ما انت قلت مع ضربات الجزاء. تاني حاجه معانا 2 كابتنه ريسكي. اقول واحد. قول واحد. هو مش ريسكي قوي بس هو ريسكي نص نص. جواو بيدرو قدام يونايتد. جواو بيدرو قدام اليونايتد بره. هو اي حد قدام اليونايتد يعني. هو في كلام ان اليام دلاب راجع، بس هو طبعا كده جواو بيدرو مهم جدا في فرقتك. ده من الناس اللي ممكن نحطه اللي هو تطور بشكل مرعب، وبيحط جوان، وهو تحسه بيلم النقط اللي بتوع من بالمر. بالمر رجع جاب جون الماتش اللي فات. رجع بس انا حاسه مش هو بالمر. فاكر كل الناس باعته دلوقتي. فهو بالمر الناس اللي صبرت عليه ولو بدا العجله تدور. ده في ماتش حط فيه، فاكر السيزون اللي فات 4 اجوان. لو عاده بدات تدور هنزعل. بس انا شايف جواو بيدرو قدام يونايتد دي كابتنه ريسكي. بص انا ههبد وان شاء الله هتيجي يعني. انا متوقع وهديله فرصه اخيره معايا لانه في فرقتي. وود قدام بيرنلي. حلوه في بيرنلي. هي بس ركمتها لبيرني فريق دفاع قوي، مش هيبقى فيه فرص. بس لو حد جاب من نوتنجهام هيكون مين؟ هو هيكون وود. بس عايز اقول لك وود ما لعبش 90 دقيقه الجوله اللي فاتت.
المدرب ما كانش راضي عنه وخرجه، جاب كرة في العارضه راح مخرجه في ماتش ارسنال. جاب كوره كانت هتيجي، كنت نفسي مدرب تيجي غريب، قوي. مدرب توتنهام السابق اللي هو انجي بوستوجلو ده مسك الفرقه، اعتقد هنشوف مستوى مقزز لنوتنجهام بس الفترة نوتنجهام الجاية. حاسس ان هي هتلعب اجرأ، هيبقى هجومي اكتر، فعشان كده وود هيبقى فرصته اكتر. عشان كده كنت بقول دفاع نوتنجهام ابدا سيبه، لان هو بوستوجلو بيلعب مطوشه مفتوحه وهيفضل متمسك بفكره. فعشان كده لو عايز تجيب حد من نوتنجهام فهو وود، ممكن يتصبر عليه شويه. انا بفكر اضيف لعيب ثالث، هو لسه جاي بريمير ليج مع نيوكاسل. هم كانوا بيقولوا عليه الصفقه الاغلى في تاريخ نيوكاسل، اسمه اولت مايد. هو جاب جون الجوله اللي فاتت، هم كانوا جايبينه بديل ايزاك، اول ماتش ليه جاب جون. فانا ممكن احطه برده مش في يعني هو ممكن حد يفكر فيه. كانوا بيلعبوا وولفرهامبتون، اي نعم ماتش مش قوي قوي، جاب جون في اول ماتش، فبرده ده ممكن خيار نفكر فيه في الجولات الجايه. هنخش دلوقتي، طبعا مش هتكلم على الدوري الهيد تو هيد بتاعنا، مارك مكتسح 3-1 فرق 6 بونت. الدوري لسه طويل، فالدوري لسه انت بتتريق، الدوري لسه طويل يا جماعه، لسه 38 جوله، فرحان بس بفرق جولتين كده، فمش هتكلم على الدوري كتير، ما عنديش تعليقات طبعا. انت مكتسحني مش هقدر اتكلم. خلينا نتكلم بقى عن المفاجاه والجائزه اللي كنا بنتكلم عليها في الجولات اللي فاتت. الاول على دوري دبل شوت. انت بقى اللي هتقول لنا الفائز مين. هو اسمه امين جرنيه، واسمه سب اكونت امين سام. مبروك يا امين، واسمك هيطلع على الشاشه. هو بس يتواصل معانا على اي حاجه من السوشيال ميديا بتاعتنا، تيك توك، فيسبوك، اي حاجه، يقول لنا بس ان انا اللي كسبت، ويبعت لنا صوره من التشكيله بتاعته وفريقه، وان شاء الله هنوصل له الجايزه اينما كنت، هندلع الناس بتاعتنا. وهيظهر لكم برضو كود الدوري بتاعنا، اللي عايز حابب يخش وحابب يشارك معانا هيخش معانا. لسه مكملين بيتر كل شهر هديه. كل شهر هديه، كل 4 جولات هيبقى فيه هديه ان شاء الله. ده كان ملخص سريع كده عن اللي حصل في اول 4 جولات فانتسي بريمير ليج. الدوري لسه طويل، وان شاء الله حد فينا يبقى اول عالم. دي كدبه طبعا. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في الجولات الجايه. بس يا جماعه دي كانت نهايه الحلقه، وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب، وفولو على تيك توك وانستجرام وفيسبوك. ودي كانت نهايه الحلقه. باي باي. باي باي.